عالية وشعبية. كلنا استمتعنا بقصائدها، وهي صاحبة مفردة مغايرة تماما، تكتب بالدارجي وبالفصحى بكل أنواع وألوان الفنون، بالإضافة لكده عندها إسهامات واضحة في مجال أصحى، فدي حنجاها بعدين. لكن نحن قبل توقفنا يا أستاذ نضال في الحتة بتاعت نضال يا روض الحاج. طيب، أول حاجة لها تحية وحب. أستاذة روضة من الناس اللي مش في ناس لما يسبقوك كده بخطوا العثرات قدامك عشان ما تمشي سمح. لا، هي من الناس اللي كل ما لقيتهم أو لقوني في محل بيحاولوا يصنعوا مني نجمة في وجودهم. ما قدمت في منبر هي كانت قارئة فيه إلا وتحدثت عني بصورة جميلة جدا. كان بتقول لك شنو؟ يعني أذكر إنه أول مرة أنا لقيتها شخصيا وقريت قدامها قصيدة، نادتني قالت لي أنا طولت جدا من إني أسمع شعر وجسمي يقوم لما نسمع الشعر أو كده، تأثر جدا. فالتزولة يعني أثنت على كتاباتي بصورة يعني ما أقدر أنساها. بعد ذاك ده كان في مشاركة لي في مهرجان الكتاب أو في معرض الكتاب اللي هو 2009. هي يعني كان في وجود مختلف الجنسيات هنا، اللي هي في من الخليج، من دول الخليج. لقيت أكثر من مرتين في نفس السنة تقريبا أو السنة اللي تلتها، ولا زالت يعني كل ما أقرأ لي قصيدة بتجي بتقعد معي. شنو من القصائد اللي تحبها هي؟ والله هي القصيدة اللي قريبة ليها مني، كلمتني عنها مرتين ثلاثة، هي فما قولك. حاقراها لكم إن شاء الله في محور أنا متأكدة إنه عندك حتسألني منه، فدا أخراها لي سؤال. كويس، اتفضل. أنا بحبها جدا لما أشوفها، لما يضربوا لي يقول لي لحد الآن يعني لا زلت لما يقولوا لي دارينك في مثلا المشاركة الفلانية، يعني بقى عندي حاجة مهمة ما بجي بهين، فمجرد ما يقولوا لي عندك شعراء مشاركين معانا أنت من ضمنهم، أقول لهم معاكم منو؟ فيوم ما يجي اسم روضة بقول له خلاص موافقة بيجي. ليها التحية يا سلام، تحية والله. بعد ذاك يعني نادر ما تلقى زول متصالح مع نفسه لدرجة انه يساعد الغير عشان يقيفوا ويكونوا يعني ناس عندهم اسم. فلا زالت يعني خليني ضال اللي جات 2008 أو 9 لا زالت حتى مع البنيات الصغار عمرا، بتجيف معاهم، لا زالت يعني بتاخذ بيدهم وبتوقفهم يعني. فلها تحية ولها تقدير ولكل الناس اللي أسهموا في إنه يقدموا الناس اللي وراهم لهم. كويس، شنو من القصائد يا أستاذ نضال اللي بتحبيها يعني الروضة الحاج تحديدا؟ طيب، ما قرأت روضة إلا ويعني أصغيت بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن بتكون في قصائد كده محددة يعني؟ أنا أول القصائد اللي لفتتني عندها، لفتت نظرك يعني. الآن دعنا يعني أنا لا أجيد إلقاء قصائد بمثل ما تفعل، لكن الآن دعنا نتفق هي صاحبة وجود عند، حتى خلي الشعراء عند أي زول بتلقاه وبيتكلم أو بيعرف روض الحاج بيقول لك يعني مقاطع من هذه القصيدة. كل القصائد اللي كتبتها روضة حبيبة لنا، أنا بحبها عندها. شايف يعني مثلا ممكن أقرأ القصائد حقتها أو ألقاها أسمع، يعني أقراها ما زي أسمعها صراحة. أنا بحبها تقول شعرها. قريت لها يعني من 2011 تقريبا كنت بقرأ لها ولا زلت. عندها يعني مشاركتها كانت في سوق عكاظ في السنة الفائتة، يعني دشنت ديوان كان برضو حوى
كثير من قصائد الجديدة اللي برضو مختلفة جدا عما كتبت في السابق. فليها حب، وأنا إن بقيت وأفردت الحلقة دي كلها عنها ممكن أتكلم لكم عنها بنفس الأريحية ونفس الحاجة الجواي ليها. لا إن شاء الله حتكون هي ضيفة عن غريب إن شاء الله. إن شاء الله. كويس أستاذ نضال، أنا لاحظت عندك مشاركات في الآونة الأخيرة. عندك مشاركة كان في تكريم الأستاذة الرائدة المسرحية الكبيرة والدرامية فايزة عمسيب. يا ريت لو حدثتينا عن المشاركة. وكانت على ما أعتقد في فندق إيوان دي في بشارقة. صحيح. كانوا مشاركين معاكم برضو ناس تيراب ومجموعة من الناس. طيب يا ريت لو حدثتينا عن أوكي. تكريم الأستاذة فايزة عمسيب، وماذا تقولي عن الأستاذة فايزة عمسيب الفنان الرائدة المبدعة في مجال العمل الدرامي في السودان؟ طيب يمكن ليها أول حاجة التحية. الليلة حنحيي ناس كتار. فليها تحية وحب. أستاذتنا فايزة يعني إحنا قمنا على صوتها، قمنا على مشاهدة ما تقدم، وحتى عندها جمل محددة في مسلسلات أو في أفلام نحن بنرددها ونحن ما فاهمينها هي شنو. فأنا ما حصل لاقيتها على أرض الواقع على الإطلاق لحد الآن؟ لا، يا هي أول مرة ألاقيها هي وأنا ماشية على الإمارات. في الإمارات. أيوة. اتصلوا علي ناس سمارت ميديا، لهم التحية. اتصل علي صادق تمام وبيكلمني عن إنه نحن دايرين انك تشاركي معنا في تكريم فايزة عمسيب. قلت له وهو ضارب من الامارات، معناه شغل في الامارات. قلت له وشي ده 200 وكذا. فقال لي يا اخي يعني كانت فتره قريبه، اظن اقل من 3 اسابيع او 4 اسابيع. فقلت له جدا. مجرد ما كان استاذه فايزه خلاص يعني الكلام قل الكلام. ففعلا مشيت وحظيت باني اشارك في تكريمه، وده شرف لي. شاركنا في أمسية أولى كانت في فندق نادي الضباط أبو ظبي. كانت أمسية ناجحة جدا، موفقة جدا، كثير من الحضور. عندها محبين الزول ما يقدر يصورهم، يعني مجرد ما ذكر اسم فايزة بتلقى الوجوه طوالي ابتسمت كده، والناس تذكرت الحاجات اللي زولة شخصيتها قوية جدا، وفي نفس الوقت زولة حنينة. يعني احنا كنا بنقعد نتونس مع بعض، ما حاسه بانه يعني اول مره الاقيها. هي ذات زوله تلقائيه زوله بتتحب لانها بتشبهنا، تشبه الناس البسيطين، الناس التلقائيين، الناس العفويين اللي زي ما بيقولوا على قلبهم على لسانهم. كانت الأمسية الثانية في الشارقة فندق إيوان، وكان حضوره جميل جدا، وناس زي ما بيقولوا قلوبها بيضاء وسمعها نظيف يعني. فسعدت جدا بالمشاركة في تكريمه، وسعدت بالقراءة في الإمارات، وكانت باعتبارها أول إطلالة شعرية لي في الإمارات. كنت يعني بمشي لكن ما زولت شعر. فسعدت جدا بالناس الجو والحضور وشكل الكلام وشكل السلام فايزة ذاتها يعني لها الحب. أمنا وأستاذتنا كان حضورها بيضيف جمال على المكان، فكانت أمسيتين موفقات جدا. تحية للأستاذة فايزة عمسيب ونتمنى لها الصحة والعافية. أستاذ نضال، تقبلي في قصيدة أجلتيها شايف؟ اللي هي القصيدة هي كانت الفائزة تقريبا بالمركز الأول في مهرجان سحر القوافي 2008، وهو ديوان كامل الفاز. لكن القصيدة اللي شاركت بها في الأمسية التكريمية الأخيرة كانت إذا طهر العشق بقليك وجب غسل الجسد بالضي، وإذا ضل المقيل عينيك فرض تتوقى بعيني، وإذا كان العلاج عندك فمرحبتين حباب الكي، وإذا زرعك نبت في الجوف شنو ما بيبقى فوق الصي، مطر أمنك خريف قلبا معود يوم يحصد خوف، سحاباتك تبل عرق العطش في الجوف، ومرحبتين حباب عماي، مرحبتين حباب عماي، إذا ما كنت أنت الشوف، وإذا ما كنت نبض الروح دو الجرح النبت في الدوف.
فلو تأذن بدور أسأل منو اللي أداك تذاكر رجعة الزهر الكساه الطل، ومنو اللي خلاك بين أشعار تجاوب لما تسأل هل يجوز أهديك رزاز غنوات مربطة احتمال الحل؟ إذا كان الجواب ممكن منو اللي خلاك فينا وطن ملان إيمان من الفاضي ومعبى من المسافة سكن؟ منو اللي غناك وبيك رطن؟ منو سندك عليه ظهر الزمان الشوم ملاك محن؟ منو سكبك عقاباتك؟ منو رفعك غنى ودوباي بعطر فيض مساحاتك؟ منو الدلاني لي أرضك عشان أسكن مساماتك؟ منو الختاك في ذاتي وملاني صبابة من ذاتك؟ بدور تفتح عويناتك، بدور تفتح عويناتك تلاقي الأولياء الصلاح، تلاقي عقاب وليداتك، بدور تتوكى إيماني وتمش تفقد حواشاتك، تشيل سلوكة تتقدم تزغرد رغم آهاتك، تتيرب في خلال الأيام وينقط فيك سما الآلام عرق ورق الغنى الكلام، بدور تتسقى من عيني وكت تنزف جراحاتك، ودورك يا وطن شامخ، بدورك يا وطن شامخ تسند الحيل إذا ما مات، بدورك تنزفك ذاتي وتداوي نزيف جراح الذات، بدورك يوم فرح عمرك تبشر برا للجنيات، ودورك يوم صلاة العيد تبارك العيد على الأمات، ودورك حي، بدورك حي إذا نوسر فتق أحشاي نبض صمت الجراح النيوي إذا ماتت معاني النور، بدورك تبقى لي الضي تلتك توب حجل حبوبة يوم حنة مليح الزي فلا تنداح، لما تنداح إذا فتق الزمن دلقان هديماتك، ولا تيأس إذا طول ظلام الليل مناحاتك، إذا غابت صباحاتك وإذا نزفت جراحاتك أنحن يانا جنياتك، وإذا سريك إن هدت ملت أشلاء مساحاتك فلا تنهار، لما تنهار ولا تحرق إذا ولع صميم قلب المواجع نار، ولا تعفانا لا نعفاك لزمنا جزاه التار، صبر ثم كال مريود إذا تقولب عليك وفار، وما تندم ولا تندم فداك يا غالي انت الدم، فداك صوت الغنى الغناي، فداك قلبي ومجاري دماي، فداك خط القلم والناي، منو القال انت حمل الهم؟ شنو اللي بيشبه وجيهك غير قعاد البن وجر النم؟ وحاتك يا وطن حاشاك ما ثبت في مسارب الجوف، إذا كتر الصبر لا شاك مدسدس بين عروق الزول، إذا ما حاول يتناساك وشوقه بسوقه ليك غصب، إذا ما صابحك ماساك أجيف شخبت علينا هواك، ووسم فينا أي وريد عشان يحفظ حروف مغناك، وسوق غيمك عليه كل حر بتطعن بقفاها قفاك، وشد قلب الكتابة سرج يجيف في السكة وترجاك، وتلقى الريدة بين يدي، إذا فارقتك الساعة بجيك سمات اللهفة في عيني، وختم الدهشة في شخصي وصفات اللوعة، شاهد عليه هدايتي عليه أضان زمنا مدسدس في مسام الغي، وإذا فرضك صلاة الشوق بشد أوتار عصب حسك وتاجر بقواي في السوق، عشان توسد إحساسي وأراهن بقلب مسروق، وكورك أكورك قلبي لك بالدين، مسام الغنوة والإيقاع مجابهة الزمان الشين، نبض قلب العشق والعين، فرح موسم عديلة وزين ببيعك صادي بالمجان، وما خسران ولا خسران عشانك انت يا وطنا، بصد جيب الفلس مليان، وشيل طوريتك اتوكل عليه مطر الأسر رويان، على ناسا بتاكل اللقمة واسوق الأنين الحان راضية، عشان تبيع الفرحة في أسواق شق الأحزان، بتستخسر مروق الروح بدونك وتشتهي الحرمان. وطن مبدع، وطن فنان، وطن بقامة الإنسان، وطن كفت خدود الجوع وعو كان الفقر سكران، وطن إيمان فما قولك إذا سكن البكم صوتي ومضغ حس الزمن حولك، وما قولك إذا سلب القصر طولي وقفت أشابي ليه
طولك وما قولك إذا صنقع خريف غيمك نكت بطن الزمن غولك وإذا دمي وأبوي وأمي وأنا وعمي غناي وبكاي هناي وشقاي هواي ودماي أناي وسواي صبح كل النظم هولك فما قولك وطن مبدع وطن إيمان وطن بإقامة الإنسان وطن كفت خدود الجوع وعى وكان الفقر سكران وطن فنان فما قولك. جميلة. كتر الله خيرك. يديك العافية إن شاء الله وكتر خيرك. الله يسعدك. لكن طبعا هذه القصيدة ممكن الزول يحاولها زي ما داير، يعني ممكن يكون الوطن هو رمز، بعد ما قلت لي بإقامة إنسان خلاص بعد أنا صحيح. يمكن شفت الصحفيين دي لصوا شفت ما بتديهم معلومة كده ويشيلوها يعني زي ما اديتها ليهم. يديك العافية. ليهم التحية كلهم. الله يخليك. وفعلا القصيدة فعلا يعني يمكن دي ملاحظة أول مرة زول يلاحظها، لكن هي دي حقيقة القصيدة، إنه لما بدت أنا بديت إذا طهر العشق بقليك وجب غسل الجسد بالضي، وإذا ضل المقيل عينيك فرض تتوقع بعيني. فكانت عاطفية يعني. وأنا ضد تسمية العاطفية أكثر طبعا. صحيح، ضد تسمية العاطفة بحاجة مثلا العاطفة مما قلت بغامة إنسان خلاص أنا بعد ده بديت طشيت يعني. نحن بنسخر العاطفة للحبيب بس تتحول زي ما داير. لا هي بالمناسبة العاطفة دي ما بتشمل الوطن عاطفة. أيوة حقيقي. الأم والأب عاطفة. والوطن في الكره عاطفة يعني. صحيح. كل الحاجات الحبيب عاطفة، يعني كلها دي ما بيمرق من نطاق العاطفة، لكن بعد ده بنوجهها دي للحبيبة دي كتبتي في الحبيب. ما هي هسه دي أنا قبل كتبت بهواك أنا دي وحاط الله ما في أمي. سلامات. فأكيد الحبيب حاضر في القصيدة، والحبيبة حاضرة عند الشاعر، وإلا ما يعني ديل ملح القصايد. شنو يا أستاذ نضال من القصائد اللي كنت بتتمني إنه تكتبها أنت ما حقتك، حقت غيرك يعني؟ والله يعني يتونس بالدارجة كده أحسن كثير. كثير من القصائد اللي مرت علي، بالذات القصائد اللي هي بالنسبة للأدب القديم، يعني إذا كان في العصر العباسي أو قبله واللي هو الأدب في العصر الجاهلي، أو كثير من القصائد والأبيات لفتت انتباهي، وكأنه حسيت إني يعني هي مثلتني تماما أكثر من إنه أنا تمنيت أكتبها. بحس إنها مثلتني تماما حتى وأنا بكتب وبعبر عن مشاعري ومشاعر الناس. في حاجات بتستوقفني وبحس إنه الزول ده عبر بصورة أجود من إني لو كنت أنا كتبتها. شايفك أنت بتميلي بالدارجة أكثر؟ والله قصايدك بتاعت بالفصيح ما كثير كتبتها لكن لأنه أنا ما لا أخفيك سرا لو أو لا أذيعك سرا لو قلت لك أنا مجحفة في حق الفصيح. أيوة ما كثير، لأنه ما عارفة يمكن كثير من الناس القراب لي يناقشوني في إنه ليه ما تطلعي قصايدك اللي هي الفصيحة، باعتبار إنه أقدم نفسي بصورة مختلفة. أذكر واحدة من المواقف إنه في بيروت كان لهم التحية من هنا، لأنه المشاركات الخارجية دي بتحتاج لا أبدا. أنا شفت عشان الكلام ده قاعد أحب أتكلم بلهجتنا. ليه؟ لأنه بحس إنه نحن ليه بنفهم لهجة الناس مع إنها موغلة في العامية وصعبة. بيفهموا لهجتنا؟ لا طيب نحن زي ما أجبرونا هم بأنهم قدموا نفسهم بصورة كويسة أجبرونا نفهم لهجتهم العامية، ليه نحن ما نقدم نفسنا بصورة كويسة نخليهم يفهموا لهجتنا؟ وكان ده شبه يعني رهان في إنه يتكلموا معي سعادة السفير وقتها ومدام عفاف لهم التحية في إنه أقري فصيح. قلت لهم انتوا بس داير اسالكم لما قالوا لكم نضال دي قالوا لكم عندها فصيح؟ قالوا لي لا. قلت لهم خلاص انا اصلا بكتب الدارجي، لكن عشان كلامكم ده بقرا اول دارجي بعد ذاك بقرا واحده فصيح ما مشكله. وفعلا قد كان لما قريت الدارجي كان المفروض اقرا واحده دارجي وواحده فصيح. لما قريت الدارجيه الاولى حسيت انه ما في زول ما فاهمني. والان الفيديو على اليوتيوب هو أي زول شاهد الفيديو بيقول إنه الناس كانت منتبهة جدا، اللبنانيين نحن السودانيين دي يا أستاذة نضال يعني أساسا لغتنا سليمة وواضحة، بس ما مدينها فرصة تمرق نحن. صحيح. يعني الليلة مثلا أنا مجرد ما نادوني لي مهرجان برا بحاول أقول لهم قصايدي الفصيحة ليه؟
ليه ما اقول لهم قصيدتي حقت البلد ديكي واللي بيستصعب عليهم اقول لهم ده معناه كذي ومعناه كذي. اذكر انه في زياره للشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي تحدث عن الشعر السوداني، فقال السودانيين دول اجعر ناس. صحيح. لكن انا ما عارف سر يعني نحن يعني ليه قاعدين في بلدنا دي؟ والله ده كلام يطول يعني عشان نعدد اسبابه حنقعد نعدد فيها زمن طويل. لكن نحن ما متصالحين مع مفرداتنا. نحن لو متصالحين مع مفرداتنا يعني أنا بتكلم عن شعراء العامية، ما بتكلم عن، بالعكس أنا فخورة بأنه مثلا ابتهال محمد مصطفى لها التحية تمثلنا في المهرجانات اللي بتخص الشعر العربي. وجود اللغة العربية مهم جدا في الشعر لا جدال، لكن أنا في إنه ليه نحن ما نوصل لهجتنا العامية للدول الأخرى، مع إنه هم ما بيستحوا من لغتهم، بيوصلوا لنا حاجتهم اللي بيتكلموا بيها. فنحن لو اتصالحنا مع مفرداتنا العامية دي بنوصلها للناس. وعندك أقرب مثال الليلة لو مشيت أي بلد ممكن تلقى مثلا هندي بنغلاديش، تلقى زول مثلا إماراتي، تلقى لبناني يقول لك يا زول. فالوصل لهم مفردات يا زول دي بيقدر يوصل لهم مفردات تانية كثيرة، ومفردات يعني لها قيمتها ولها وجودها عندنا. فأنا أعتقد إنه نحن اللي ما دايرين نوصل أو ما قادرين نوصل أو ما مستعدين لأنه نوصل حاجات. برضه بتمنى تنوع في تجربتك يا أستاذة نضال. أنت طبعا أنا كاتبة مفردة مميزة. أنا قاعدة أقول لهم اللي بتلقوا للفصيح عندنا يعني عندنا ناس يعني قادرين يمثلونا تماما، وأنا ما حاسة إني أحسن منهم. شايف؟ يعني مثلا لو جيت أقرأ قصيدة فصيحة وكانت في نفس المنبر روض الحاج، ده ما تقليل لثقتي في نفسي، لكن لأنه ثقتي في تقديمها لحاجة يعني أكبر مني، فأنا أفضل لي أسمع روضة بتقرأ فصيح من إني أنا أقرأ فصيح، أنا كمستمعة مش كشاعرة. بعد ذاك أنا بحب أقرأ بالدارجية جدا، ويمكن ده اعتراف. بالدارجي جميل جدا. فأنا حتى الونسة بحب، شايف يعني ما بحب أتقيد بحب ألقى وطبعا الحاجات دي طبعا أيوه حقيقة. كويس يا أستاذ نضال. أنا بلاحظ برضو برغم الدارجية في كتابتك للشعر إلى أنك أنت قصة الغنى دي كده ما مايلة لها كثير، يعني حتى قصايدك بسيطة اللي تغنوا بها بعض الشباب. والله دي بعزيها لحاجات كثيرة. ليش عرق ده ما تغنى؟ أنا ما متصالحة برضو بالمناسبة مع لحد وقت قريب، حد 2010 أنا كنت ضد إني أدي زول يغني لي، ضدي كده. ممكن يكون السبب شنو يعني؟ قاعد أقول إنه لو كنت لقيت مصطفى سيد أحمد الله يرحمه كان غنى لي بصورة سمحة. ده ما تقليل للناس اللي بيغنوا، لكن الآن النص الغنائي الطويل غير مرحب به في أغلب الأحيان. وأذكر إني تحية هي لأبا بكر صديق، أذكر إني في نجوم الغد 2007 قالوا لي عندي قصيدة اللي هي أبويا اللي قريتها في الأول دي، قالوا لي القصيدة دي بتشيل زي 7 دقائق، إحنا دارينها تكون 5 دقائق فنقص لنا منها شوية. أنا كنت شافعة في صيحة كده، قمت قلت له يا أستاذ، قال لي هاي، قلت له والله يكرمك لو داير تجيب لك مثلا شبط لواحدة من بناتك، ولقيت انه الشبط ده صغير عليها ما قدر قرأ، بتقص عليها رجلها ولا بيتبدلوا بواحد كبير، قام قاعد يضحك. فقلت له انا، قال لي خلاص اقريها كامله عشان يعني اكراما للفصاحه. فانا ضد انه يقطعوا لي قصيدتي عشان يغنوها، ووقتها كنت لا اكتب النص القصير يعني، فكان مستحيل انها تتغنى قصايدك ذاتها. انا لاحظها من خلال قصايدك انك بتميلي ابوي طوالي في معظم قصايدك. طيب لا، يمكن ابوي عنده زي 3 قصايد معروفه عند الناس، وكذلك قصيده امي برضه 3 قصايد كتبتها في كل شيء، لكن ما كل الحاجات بيقدر لها تطلع للناس. شايف؟ في قصايد بتفرض وجودها وفي قصايد بتختفي. في قصايد أنا بعتقد إنه القصيدة الناجحة هي اللي بتحجز مكانها عند الناس. هل عندك تجارب في قصايد لا علاقة بالمناسبات؟ طيب قصايد لها علاقة بالمناسبات،
والله في مؤخرا كانت فجر السعيد دي الصحفية الكويتية اتكلمت عن السودانيين بصورة ما عجبتنا، اللي هي كانت في حلايب وشلاتين والحدود، فقالت 200 هم صرحت على صفحاتها انه 200 صحوا من نومهم عشان يعرفوا حدودهم او بالمعنى ده. فزعلتني الحاجة دي شديد وردينا عليها في مجادعة جميلة جدا كانت أنا وبشرى. فدي واحدة من القصائد المناسبات. وإيش شنو من الحاجات التجربة بتاعت الغناء ليه؟ أنا سألتك السؤال ده شايفك معاه. طيب الغنائي يمكن أنا 2008 لاقاني أستاذنا سيف الجام عليه تحية وتقدير كبير ولأسرته، أخذ مني وعدتك بالمطر والليل. فقلت له يا استاذ انا ما قاعد احب، قال لي ما اديتي ما تعاملتي مع فنانين، قلت له ما بديهم. لحنها استاذ سيف؟ ايوه لحنها واداها، رسل لي مؤداه قريب يعني هنا. يا ريت لو سمعتينا الله يرضى عليك. والله طيب اوكي ان شاء الله. تقول وعدتك بالمطر والليل. وعدتك بالمطر والليل، وعدتك بالمطر والليل، تراهت فاوتت مدني ونزف غيم المواجع سيل، رجيتك تهدي موج الريد، تكفت اندفاع النيل ولا ساسق عليك غناي ولا وعد انتظاري مقيل. ناديتك هيا يا فتر الغنى المكتوب على الأعماق، وغنيتك شتلت عيونك السمحات عليه تعب المسافة غيوم، ولوليتك قنعت من القمر وقتين علي طليت وحجيتك. بحجي اليوم فرحانة بقافيات الكتابة قصيد، وحجي المابية أسأل وين عشان فات حاله ألف وريد، وحجي ملاذ سنين عمري وفرح أيامي حلوة الريد. وناديتك ولا فرقت معاي مدنك عشان جوايا كنت محسوس، وين ما هرجل التعبير بكورك فوق ويلا جلوس. هيا ساكن جواي مرتاح عليه زمن الوجع ممغوص، تخاف كيفين من الأيام إذا كنت في حشاي مدسوس. وسكت القمرة وريتها أنا، سكت القمرة وريتها أنا وشفع هواي مارقين، فما تنشري فينا نفس أخير لنا نمشي مستورين. وغالتني الظلام فيني وحلف إنه انتظارك شين، وتاتيت الصبح بالدس عشان أنا وإنت متفقين. وجيتك والشمس وقفت تتاوق لينا بالرقراق، أنا جيتك والشمس وقفت تتاوق لينا بالرقراق. وجيتك ما براي أبدا معاي صدر البعاد الضاق، معاي مليون قصيدة تحن كميات من الأشواق، معاي جيش الوجع مفرور وصبرا مر ولا بنطاق. دحين فتق ضراك وامرق بجيلك فيني واتحداك. إذن فج المسام واطلع عليه صدق اندفاعي هداك، إذا غابت قواك جواي فما تتحدى ريدي كفاك. جواي مليون قصيد ممكون بدسدس فيه من يوم داك، إلى حين انتهي الطوفان وفج موج الحزن والقاك. ووريك يا ما يا إنسان بعاني القاسية وترجاك. إذن موعود معاي ببن عليه شرف اندماجي معاك. جبنتك تغلي فوق النار وتشرب بكري فيني جواك. وعدتك بالمطر والليل وتاتيتك على الإحساس، وما ناديت معاك بشر لأنك أنت كل الناس. وإذا ذاكرتي ما بتنساك إذن ما فايدة الكراس معاك. ما احتجت لي ليبن لأنك أنت كيف الراس، وكيف بحتاج معاك ليبن إذا كنت أنت كيف الراس. يا سلام. مع إنه هي يعني في التلحين صعبة، وأنا ما أعرف أستاذنا سيف الجامعة كيف قادر عليها قديرة غايته. وأستاذ نضال، برغم زوجك رجل الأعمال الأستاذ صلاح إدريس ملحن معروف وعنده تجارب غنائية معروفة، وأغنيات أصبحت برضو خالدة، يا جميل يا راغي إحساسك وضحكتك وأعذريني وعدد من الأغنيات اللي بتمشي بيننا الآن. هل حصل في تعامل بينك وبين زوجك رجل الأعمال الأستاذ صلاح إدريس؟ طيب يمكن الحاجة اللي أصلا يعني أول حاجة لمتنا كانت قهوتنا، باعتبار إنه كان أيامها يا دابو يعني كانت قناة جون آلة ملكية له، فكانت قهوتنا أول لقاء لما لكن ما فوت اللقاء إلا وقد أخذ مني زي 8 قصائد
وفي وقتها بدأ في تلحينه يعني من وقتها. أذكر 2012 8 قصائد دي كانت البداية. بعد ذاك في قصائد اتلحنت بعدها لكن ما لقت. لا هي تأدت، حتى في قصائد ما لقت اتدربت الرواج وتأدت. هي لسه ما هو يمكن ما الحاجات اللي هو لحنها مؤخرا لسه ما طلعت للناس بصورة كبيرة، باعتبار انه إن بقى جا كان كثف أيوة اللي هي كان لاقى الناس عشان يديهم هسه عنده اعمال جديده، في عمل بينه وبين روض الحاج. ايوه صحيح فعلا. ده برضه قصيدة جميلة قصيدة جدا جميلة جدا. ايوه لروضة. هو زول يعني بعيدا عن العلاقة اللي تربطني به، يعني انا يمكن اكثر من مرة او مرتين قلت له الحاجة دي، انه هو زول بيدهشك بالذات في اللحن. ايوه يعني مثلا بياخد حاجه بيكون يا داب جابوها له وبيقرا الورقه، بيقعد في ما شاء الله لا قوه الا بالله ربع ساعه بتلقى لحن الحاجه. حقيقه انا شاهدت لكم بروفه وبعدين حتى الاغنيات الاولى دي يا راغي احساسك وكده، دي من الاغنيات اللي شهدتها يعني بتلقاها الحاجه يعني بتولد في حضرتك حاجات. هو ملحن للطبيعه، شايف يعني ما بيكلف نفسه له التحيه. ايوه صحيح، ما بيكلف نفسه انه يعني ما بيتكلف اللحن يعني زي تقول كده الابداع في دمه. نتمنى انه التجربه يعني والله ان شاء الله ترى النور الاعمال اللي عنده باذن الله. وانت شعره هو ملحن المفروض ان شاء الله باذن الله الحاجات وتصل هذه الاغنيات بحناجر الفنانين. دي بعد ده خلاص دي الرساله له هو يعني هو بعد ده اللحن بقى الحاجه عنده. ان شاء الله. كويس. هذا نضال اعلم تماما علاقتك بالصحافه، بين الصحافه وبين الشعر كيف بتوفقي؟ هي الصحافه علاقتي بها اول حاجه من هنا خلينا نرسم. ونقرا لك طبعا عمودك المعروف صحيح. نوافذ. ايوه تحيه تقدير، تحيه تقدير لاستاذنا الهندي عز الدين. من هي الاستاذ الهندي عز الدين. لزول اللي قريبه جدا، وزول اللي يعني كتبت وجود على قلوب الناس، داليا الياس لها محبة من حياة برضو. داليا اتصلت علي ووقتها كانت في الأهرام اليوم وقالت لي دايراكي تجي الخرطوم. فعلا جيت، ووقتها كان أول يعني مقابلة بيني وبينها. قلت لها قالت لي داليا الياس، قالت لي بتاع الزول المعروفة دي ولا حدا ثانية. كنا نحن وقتها برضو في الإهرام اليوم. صحيح. اتصلت علي وجيت قابلتها فعلا، وعلى طول احنا تقابلنا في ساهرون، تحيه لكل الناس اللي فيها. وبعدها مشينا على طول على الجريده وقابلنا استاذ الهندي، وكتر خيره فتح لنا يعني قلبه قبل جريدته وكانت نوافذ. فكانت نوافذ الكلم وقتها الاهرام 2010 شهر 8. اتكلم معي عن انه دارين انك تكتبي، فبتقدري تكتبي بصوره يوميه. قلت والله انا اشوف. قال لي انا شايف انه انت زوله قدرتي تكتبي الشعر ده ما بيغلبك تكتبي. فقلت له انا يعني ما اكذب عليك، عندي مرات بيستعصي علي الحرف الدارجي، فبكتب قصاصات بتاعت ورق بخطها في الدولاب بتاعت. والاستاذ الهندي ايضا يكتب الشعر. صحيح. قمت قلت له عندي يعني كتابات كده، لكن ما اعتقد اني حاكتب يومي، ما حاقدر، لكن كده نجرب ان شاء الله. نبدا الاسبوع الاول بانه اكتب يومي، اذا حسيت انه قادره اكتب بعد ذاك بستمر. والحمد لله بفضله يعني من 14/8/2010 لحد ما انتقلنا من الاهرام اليوم لحد للمجهر، وبعد ذاك في المجهر استمر العمود يعني لحد الان. نوافذ يا استاذ نضال بدون مقاطعه، ماذا تقول نضال حسن الحاج؟ والله كثير. أنا فكرة عمودك مكتوبة بخواطر كده يعني، هي خواطر. ما بتتناولي قضايا وحاجات؟ لا فيه بتناول، ويمكن اتعرضت مرتين ثلاثة كده، اتعرضت لأنه انتقاد في الحاجة اللي تناولتها، باعتبار انه مثلا مرة تكلمت عن امتحانات الشهادة السودانية والتجاوزات اللي بتحصل فيها، ففوجئت بانه ضربوا لي كم نفر كده مع الاستاذ الهندي برضه ضرب، قال لي انت كتبتي في الحاجه الفلانيه دي، فوضحت وجهه نظري طبعا في وقتها. دي كانت في الاهرام اليوم. بعدها يمكن انا وقفت عن الكتابه يمكن زي فتره 4 شهور او 5 شهور قبل ما اجي السودان. انا ما اقدر احسم لك وقفت ليه، انا ما وقفت من نفسي غايه اللهم، يعني كانت عندي اعمده قاعده.
فقاعدة أناقش قضايا اجتماعية، لكن نادرا، لأنه أنا أصلا كان فهمي في الكتابة ما أكتب عشان مثلا عشان أشغل مساحة في جريدة. أنا قاعدة أكتب الحاجة اللي بحس بيها، فمجرد ما حسيت إنه في قضية اجتماعية معينة الناس ما أوفت حقها من التغطية، بقوم بحاول إنه أتكلم عنها. مجرد ما ألقى الحاجة تناولوها الناس كلهم، يبقى خلاص الناس زي كلهم، لو ما أدوا حاجة أنا ما بقدر أديها يعني. طبعا. فبالتالي بشوف الحاجة اللي حوالينا تعتيم، بحاول إنه أتكلم فيها بقدر بتقدر توفقي كيف بين الصحافة وكتابة والله الشعر؟ أنا ما قلت لك الصحافة دي زي يعني كتابتي لي عمودي، لأنه أغلب عمودي أدبي، يعني نثر لحاجة ما بتكلفها. نضال تأثرتي بمنو حقيقة في مجال الشعر تحديدا؟ والله تأثرت بمنو، أنا بحس إني لو تأثرت بتأثري به في كتاباتي، وده بيعد خصما علي، لكن بحب كثير. لا ما في مدارس لا ممكن تكون استفدت منها يعني. يمكن أيوة حبيت منه. مثلا لقيت نفسي في شعر منه. كثير من الشعراء إذا كان على مستوى العالم العربي أو على مستوى أو عالميا حتى أو على مستوى السودان، يمكن على مستوى السودان يعني وزي ما قلت قبل في الناس الهسي ديل أستاذتنا روضة، وأزهري محمد علي أستاذنا وأبونا، حي الأستاذ أزهري محمد علي وصديقنا وأخونا. أزهري من الناس اللي برضو فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم للشعراء وساقوهن من يدينهم وقدموهن. الله يرحمه شاعرنا وأبونا محجوب شريف، الله يرحمه برضو شاعرنا وأبونا حميد. ديل من الناس اللي لقيناهم ونحن يا داب جايين الخرطوم، ويا داب دارين نقول إحنا عندنا حاجة دارين نقولها. على مستوى القصيدة الفصيحة شاعرنا مصطفى سند ومحمد مفتاح الفيتوري، ويعني محي الدين فارس من العلامات المضيئة. محي الدين الفاتح أو محي الدين فارس. محي الدين الفاتح برضه أستاذنا وأبونا، يعني كان من لجنة التحكيم بتاع سحر القوافي، وحتى العلاقة بقت بيننا وبين بناته وبين ناس بيته، بين زوجته والزولة الجميلة نادية. وانا انت عارف لما يسالوني تاثرت بمنو قاعد يلوموني، لانه انا بحب كثير من الشعراء. انت حقيقه يا استاذ لا بدون مقاطعه انت نسيج وحدك حقيقه، عندك مفردتك وعندك طريقتك اللي بتميزك. لكن في بدايتي زول طبعا بيكون في مدارس صحيح استفاد منها صحيح او استشف منها بعض صحيح. شوف هو زول بقى داير قال انا بقوم براي كده ببقى زول بيكون كذاب. هل نقولوا اللي ما عنده قديم ما عنده جديد؟ لا انت طريقتك مغايرة حقيقة، طريقتك مختلفة. انت لازم انت تلقى ناس قدامك ضو زي ما بقولوا اهلنا. بعد ذاك انت بقيت صنعت لروحك، يعني بقيت عندك حاجتك، وضعت بصمتك، بتحافظ على وجودك بين الناس لأطول مدى ممكن. مجرد ما ضعت بين الناس اللي لقيتهم قدامك بتبقى بعد ده كان السنة الفلانية في زول كان بيقول كلام كويس. انت حقيقة وضعتي بصمتك ووضعتي ان شاء الله انا اكون من الناس اللي عندك اسهامك الواضح وعندك مشاركاتك المعروفة، ولديك طريقتك اللي بتميزك المغايرة، شكل المفردة، والبيئة زي ما انت قلت لي أثرت فيك. صحيح. وكل قصايدك طبعا معظمها بالدارجي وحنينة، وقصايد موغلة بالعاطفة وبالشجن وبالمشاعر الجياشة. أنا سعيد بك غاية السعادة يا نضال، والزمن سرقنا والونسة معك حلوة، وكان نفسي أقعد معك أكثر، والمشاهد أيضا يعني مترقب أشياء كثيرة، لكن الزمن سرقنا. كتر خيرك، أنا سعيد بك غاية السعادة إنك شرفتينا في قناة أنغام، ونتمنى ما تكون دي الزيارة الأولى، تكون في زيارات قادمة، وأتمنى لك الصحة والعافية، وأتمنى لك نجاح طول النجاح. وأنا سعيد بك حقيقة غاية السعادة. أنا أكثر سعادة والله. ويمكن أنا أقول للمشاهدين حاجة كده، يعني أقول لهم سير، شفت السير ده. ما قاعد أحب البرامج الطويلة، لكن ما حسيت إنه الزمن مشى.
الله يخليك. حسيت انه الوقت ضيق وحسيت انه المخرج اكلنا كده كم دقيقه فتحيه حب وتقدير واحترام لكل الناس اللي شاهدوا حلقتنا الليله، وان شاء الله انا اتمنى انها ما تكون اخر مشاركه لي عبر انغام. انا سعيده اول حاجه باستقبال القائمين على امر انغام، يعني ناس لاقوني تحت في الشارع واستقبلوني بكل الحب. فتحيه للمدير العام للقناه باشمهندس محمد عمر، باشمهندس محمد عمر، واستاذنا خلف الله عبد المنعم، استاذنا خلف الله، وهو لاقاني ببشاشه اهلنا ناس كردفان. التحيه لكل ناس كردفان، التحيه للناس اللي يعني اي زول لاقاني مبتسم صراحه، فليهم حب ولهم تقدير واحترام لكل ناس القناه والناس اللي خلف الكواليس، لهم التحيه والتقدير الاستقبال ده. وكل الناس اللي خلف الشاشات الان انا سعيده بكم جدا وشكرا جزيلا. مشاهدي الكريم، دي كانت سياحه في اعماق الشاعره المميزه نضال حسن الحاج، ونضال من الأصوات اللي وضعت بصمة وإضافة في تاريخ الشعر السوداني، ونضال لا تشبه أحد، طريقتها مختلفة، حديثها ذاته مختلف، ونستها ذاتها مختلفة، وزي ما هي بتحكي بتقول إنه البيئة عليها أثر كبير جدا، بالإضافة لكده الثقافة والاطلاع. ونضال حسن الحاج أيضا تمزج بين كتابة الصحافة، الكتابة الصحفية والكتابة الشعرية، ولديها إسهامات ومشاركات، وهي كانت ضيفة عزيزة علينا جدا. وقبل ما أنا أختم وقبل ما نستمع لمصطفى سيد أحمد يا هنساب، حقه أستاذ نضال تسمعينا حاجة، وختام حلقتنا حيكون الفنان الراحل المقيم في دواخلنا مصطفى سيد أحمد، زي ما تحدثت عنه نضال في بداية الحلقة، وقالت كان بتتمنى من الفنان اللي بتتعامل معه الراحل مصطفى سيد أحمد. نحيي أهله في واتس الفاب، وتحية لكل معجبي محبي الفنان مصطفى سيد أحمد، والتحية لك برضه يا نضال، انك انت يعني برضه صاحبة مفردة مختلفة، وكل القصائد اللي تغنى بها الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد مختلفة ومغايرة، وكل بنحيي كل الشعراء الذين تعاملوا في تجربة الراحل مصطفى سيد أحمد. ومصطفى سيد أحمد من الفنانين المفضلين لديك. الكلام ده انت قلت لي قبل الحلقة، قلت لي عثمان حسين ومصطفى سيد أحمد. طيب يمكن مجرد ما يعني يغني مصطفى سيد أحمد بتبقى الحاجات الثانية دون، لكن تلبية لرغبة الناس أنا حاقرأ دايرة لاقيك في النفس. أنا دايرة لاقيك، دايرة لاقيك في النفس، وبين رهبة الليل والأمان أنا دايرة أسوي لك مدس. أنا نازرة ريتك، نازرة ريتك لاحتجاج الطين وليه صدق الحدث، وأنا شايلة طيفك ضحكة للغنى كان عبس. أنا دايرة لاقيك في النفس، دايرة لاقيك في النفس وفي رمشة العين والحواس، دايرة أشوفك بين دعاء اللمات وغنوات الحماس. أنا دايرة لاقيك لقمة في القوى واليباس، راجلا بخوض الحارة كان رز النحاس، دكر بحسم العركة كان حر الدواس، زولا بتب من نوم ويرجى وجعتي حاسة هارد قلبي الريدة، هارد قلبي الريدة كاتلني العشق، وشقيش تكفتني السنين في ريدك الماليني تاني اديها شق. الريدة كان شقتني كان الريد بشق، وكان انتهيت بك رسمي كان جسمي من الريد برق. وانا دايرة لاقيك في النفس، انا دايرة لاقيك في النفس عشان كنت قبلك لا وطن يا غالي، لا روح لا حياة. دايرة لاقيك في النفس عشان كنت قبلك لا وطن يا غالي، لا روح لا حياة. أنا كنت راجياك بظلام الليل وعينيك الضياء، أنا كنت نازراك لي عجاف أيامي لصيف حيا، وحلمت بك، حلمت بك نيلين ومطرة وكوم غنى اسمك. وقت شفتك زمان في النوم لقيت مكتوب أنا، شفتك صحيت مليانة بالريد ليه هنا وأصحى وألاقي الواقع إنك يا ديا يا أنا داير أعيش، داير أعيش عشان أشوفك للصغار مرجيحة وللجيعان عيش، للبناد والهجعة يا أبو مروة يا أبو مروة ديش،
للقعاد فيها جير الصيف رويكيبات وخيش، غيمة فوق بلداتنا ليه زارع له عيش، فرحة ليه تطول نتيجة صبر وطيش، وريشة ليه طيرا ولا فضل له ريش. أنا داير أعيش، داير أعيش عشان من لقيتك في الحلم، قلبي انتقاك ليه نبضه قال ليه يستلم، قلم اشترابك حبره وداك الكلم، خطيت ملامحك برا عشان الما علم يعلم، لقيت سيد ريدي والدمع انحبس. أنا دايرة ألاقيك في النفس، دايرة ألاقيك في مرور الدمع للرئة والمسام، ودايرة أشوفك بين سلام الناس وبين رد السلام، بين خطاوي القول عليه ظهر الكلام، بين ملامة الروح وبين نبض الملام، بين عيون راجياك تديك التمام، بين حبوب الذكرى كان جاع الحمام، بين معاني الإلفة كل الاحترام. وأنا داير أعيش يا غالي 100,000 عام شان أعبد الله حق، وريدك أنت بس وعشان ألاقيك يا حبيب الروح محل ما أشيل نفس. أنا داير أعيش يا غالي 100,000 عام شان أعبد الله حق، وريدك أنت بس وعشان ألاقيك يا حبيب الروح محل ما أشيل نفس. أنا داير ألاقيك في النفس. يديك العافيه نضال. شكرا. ربنا يخليك وربنا الله يوفقك ان يسعدك شاء الله. ويسلمك، كتر خيرك، سعيده بكم كثير. الله يسلمك. شكرا. المشاهد الكريم، في لحن الختام الفنان الراحل مصطفى سيد احمد، رايك شنو يا نضال؟ يا سلام، نستمع لمصطفى سوا. انا مبسوطه جدا، يعني افضل حاجه نختم بها. الله يخليك، شكرا لك يا نضال. شكرا على الزياره دي، الله شكرا على يسعدك، حديثك شكرا الجميل. كتر خيرك، شكرا مشاهد كثير. الكريم، في امان الله.